ميزات انستجراميه لطيفه جدا. تعرف انك تقدر تلعب انت واصحابك على الانستجرام. كل اللي عليك تبعت اي ايموجي عندك وبعدين هتضغط عليه ضغطه واحده بس، هيتحول للعبه زي ما انت شايف، وكل واحد فيكو هيبدا يلعب اللعبه دي ونشوف مين فيكو هيغلب التاني. الحركه التانيه، تعرف انك دلوقتي عندك متابعين وهميين على الانستجرام بتاعك. تعال اقول لك تعرفهم ازاي. كل اللي عليك تدخل على اعدادات حسابك وبعدين الاعدادات والخصوصيه، هتلاقي حاجه عندك اسمها المتابعين والدعوات. لو فعلت الاختيار اللي قدامك ده وده مهم جدا وبعدين رجعت لصفحتك وضغطت على المتابعين، هترجع خالص للعلامه دي، وبعد ما تدخل عليها هتلاقي عندك كميه المتابعين اللي مشكوك انهم وهميين. تقدر تقبلهم او تقبل متابعتهم او تحذفهم كلهم باستخدام الزرار ده. الميزه الثالثه وهي بدل ما تعمل سيف للفيديو باستخدام العلامه دي، كل اللي عليك دلوقتي تضغط على علامه السهم او المشاركه اللي موجوده تحت دي وتبحث عن اسم المستخدم بتاعك، وبعد ما تضغط عليه هتقدر تبعت لنفسك الفيديو اللي انت عاوز تحتفظ بيه في محادثه بينك وبين نفسك. بالشكل ده تقدر توصل للفيديوهات اللي انت عاوزها مع الملاحظات اللي ممكن تكتبها على الفيديو بشكل اسرع بكتير. الميزه الرابعه وهي انك تقدر تحفظ الفيديوهات اللي انت بتشوفها. بمجرد ما تضغط على علامه المشاركه اللي موجوده عندك هتقدر تلاقي علامه التنزيل، تضغط عليها بالشكل ده الفيديو هيتحفظ معاك. ولكن في بعض منشئين المحتوى ما بيسمحوش بالميزه دي زي كده، لان في ناس بتستخدمها على منصات تانية بدون اذني. لو عجبتك المميزات دي وعاوز مميزات اكتر تقدر تبص بصه على البروفايل بتاعي، في كميه فيديوهات من كل الانواع والحاجات اللي ممكن تفيدك بشكل او باخر.